السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم احمد زاهر. هتكلم النهارده عن تلخيص بسيط جدا وسهل لمادة السوفت وير انجينير. اهم المفاهيم اللي لازم نكون فاهمينها قبل الامتحان. هنتكلم مع بعض عن المفاهيم الاساسية. اول حاجة وهي دراسة الجدوى او الفيزابيليتي ستادي. تاني حاجة وهي المتطلبات او الريكويرمنتس. تالت حاجة وهي تصميم واجهة المستخدم او اليوزر انترفيس ديزاين. ركز معايا عشان نوضح كل حاجة ببساطة. يلا بينا. قبل ما نبدأ في الملف اللي عندنا، عايز اوضح بس ان هندسة البرمجيات دي الطريقة اللي بمشي بيها خطوة بخطوة عشان اعمل برنامج ناجح. مش بس كود، انا ممكن كمان اعمل عملية كاملة من اول فكرة المشروع لحد ما البرنامج يشتغل اصلا ويتعمل له صيانة كمان. تمام. اول حاجة هنتكلم عنها النهاردة مع بعض وهي الفيزابيليتي ستادي او دراسة الجدوى. بيقول لي ان دي خطة بعملها قبل ما ابدأ اي مشروع عشان اتأكد هل المشروع ده يستاهل ان انا اشتغل عليه ولا لا. يعني هشوف كل التقنيات اللي عندي واشوف المشروع ده هيحقق ارباح ولا لا. لو ما حققش ارباح فخلاص المشروع ده انا مش هشتغل عليه ومش هينفع ان انا انفذه. لكن في حاله ان المشروع ده هيحقق ارباح فخلاص انا هشتغل عليه وهبدا ان انا انفذه. طيب ايه هو الهدف اصلا من دراسه الجدوى؟ الهدف من دراسة الجدوى ان احنا ناخد قرارات مدروسة مبنية على بيانات حقيقية عشان نقدر نقلل المخاطر اللي ممكن تحصل. يعني في حالة ان المشروع بتاعنا فشل فاحنا خلاص عايزين ناخد دلوقتي قرارات بحيث ان حتى لو في فشل في المشروع بتاعنا فما يكونش بنسبة كبيرة. اول حاجة هنتكلم عنها وهي التكنيكال فيزابيليتي ستادي. بيقول لي ان في دراسة الجدوى التقنية بشوف ايه الادوات اللي هحتاجها عشان نعمل المشروع وايه التكنولوجيا اللي هستخدمها في المشروع وهل التكنولوجيا دي اصلا متوفرة عندي ولا لا. دي اول حاجة انا بسأل نفسي سؤال: هل التكنولوجيا اللي عندي متوفره ان انا اقدر اعمل المشروع بتاعي؟ مثلا انا هشتغل على شركه فخلاص هسال نفسي هل التكنولوجيا المتاحه دلوقتي قدامي تقدر انها تنفذ لي الشركه دي ولا لا. هشوف ردي على السؤال ده. بعد كده هنتكلم عن الكوست والبينيفيت اناليسيز. يعني ايه؟ بيقول لي هنا عندي التكلفه وعندي هنا مثلا البينيفيت دي اللي هي الفوائد. باختصار يعني ايه كوست ويعني ايه بينيفيت؟ الكوست عندي وهي التكلفه اللي انا هستخدمها ان انا مثلا اعمل شركه. خلينا نكمل على مثال بتاع الشركه ده لحد الاخر. احنا مثلا هنعمل شركه فنيجي نشوف الكوست او التكلفه اللي احنا هنستخدمها عشان نخلص الشركه بتاعتنا دي من الاول لحد الاخر. وليكن مثلا هنستخدم 5 مليون جنيه عشان نعمل الشركه دي. طيب ايه البينيفيت اللي احنا اللي احنا هيطلع لنا بعد كده او الارباح بتاعتي او الفوائد اللي هتطلع لي؟ في حاله ان الكوست او التكلفه بتاعتي طلعت اكتر من الفوائد فخلاص المشروع ده انا مش هعمله. ليه؟ لان مش هيطلع لي اي فوائد بالنسبه لي فخلاص المشروع ده هيبقى مشروع فاشل. لكن هعمله في حاله ان البينيفيت طلعت اكبر من الكوست. يعني انا دلوقتي هصرف 5 مليون جنيه خلاص انا لما اخلص المشروع بتاعي هيطلع لي مثلا 6 7 8 واي ما يكن يعني من المبلغ اللي عندي. فكده هيبقى في مكسب بالنسبه لي. طيب هنتكلم كمان عن معايير التقييم. يعني ايه معايير التقييم؟ عندنا اكتر من حاجه دلوقتي هنتكلم عنهم. مثلا نشوف هنا كوست تو باي اكويبمنت. بيقول لي ان تكلفه شراء المعدات. انا دلوقتي هشوف التكلفه اللي انا هشتري بيها المعدات بتاعتي، هحسب كل ده وهحسب كمان هنا بيقول لي تكلفه صيانه النظام. اشوف النظام بتاعي هيتكلف كام وكمان هحسب التكلفه بتاعه التطوير البرنامج بتاعي او النظام بتاعي. كمان انا بحسب التكلفه المفقوده او اللي انا هبدا ان انا اصرفها خلال عمل المشروع بتاعي. كمان انا هعمل هنا الكوست تو تريننج، يعني تكلفة التدريب بتاعي. انا هعمل تدريب اكيد طبعا. طيب عندي كمان تكلفة إصلاح المعدات في حالة العطل. أنا دلوقتي لو حصل عطل فخلاص أنا عايز أعمل صيانة أو مينتننس فخلاص أنا لازم أشوف التكلفة اللي عندي، هحسب كل جنيه أنا بصرفه خلال عمل المشروع ده. تمام. عشان أقدر إن أنا أشوف الكوست والبنفيت بتوعي. طيب عندي كمان هنا بيقول لي تكلفة العمل المفقودة في حالة العطل. انا دلوقتي هعمل اصلاح هصرف فلوس، طيب بيبقى اكيد في فلوس تانية هصرفها جنب الصيانة اللي انا بعملها دي. كمان عندي تكلفة الترقية في حالة تغيير المتطلبات. يعني دلوقتي العميل لو كلمني وقال لي على شركة مثلا عايز فيها حاجات معينة، طيب لو كلمني بعد وقت تاني وقال لي ان هو عايز يعدل اكتر من حاجة في الشركة او عايز يعدل اكتر من حاجة في المشروع بتاعه فخلاص انا لازم احسب عندي التكلفة بتاعتي في الحتة دي برضو. عندي هنا تاسكس اوف سوفت وير ديفلوبمنت. يعني ايه؟ بيقول لي مهام تطوير البرمجيات. احنا هناخد ثلاث حاجات بس النهارده: الفيزابيليتي ستادي او دراسه الجدوى، الريكوايرمنت او المتطلبات اللي عندي، يوزر انترفيس ديزاين او تصميم واجهه المستخدم. ودول الثلاث حاجات اللي هنتسال فيهم في امتحان العمل ان شاء الله. طيب احنا كده خلاص خلصنا الفيزابيليتي ستادي وعرفنا الفكره بتاعتها. نلخصها باختصار بسيط جدا: انا عندي دراسة الجدوى بعملها ليه؟ بعملها عشان هقدر اشوف المشروع بتاعي ده هيتنفذ ولا مش هينفع يتنفذ. طيب بعملها على اساس ايه او بعرف على اساس ايه المشروع ده هنفذه ولا لا؟ اول حاجة انا عايز ادرس السوق.
عايز ادرس السوق ليه؟ عشان اشوف حجم المبيعات عندي. انا مثلا لو هفتح مثلا مول، فخلاص انا لازم اشوف حجم المبيعات، لازم اشوف نمو السوق اللي عندي، هل المشروع ده هيفيد المكان اللي انا هعمله فيه ولا لا. دي اللي هي الدراسه الفنيه. ببدا ان انا اشوف موقع المشروع بتاعي، المشروع ده انا هعمله فين. طيب بشوف كمان مساحه المشروع بتاعي، المساحه اللي انا هعمل عليها المشروع، اشوف عندي التكنولوجيا اللي هنفذ بيها المشروع ولا لا. عندي كمان دراسه ماليه اللي هي الكوست والبنفيت، هقدر ان انا اشوف من خلالها التكلفه والفوائد. في حاله ان التكلفه طلعت اكتر من الفوائد فخلاص المشروع ده مش هينفع ان انا انفذه، لكن في حاله ان الفوائد طلعت اكتر من التكلفه فخلاص المشروع ده انا هنفذه. كمان ممكن نعمل دراسه زمنيه، يعني انا دلوقتي العميل بيتكلم معايا بيبقى متفق مثلا ان هو عايز الشركه بتاعته خلال سنتين، انا بعمل دراسه هل انا عندي المعدات الكافيه اللي انا اقدر اخلص له المشروع بتاعه خلال سنتين ولا لا. ببدأ طبعا ان انا ادرس كل الحاجات دي قبل ما انا ابدأ في تنفيذ المشروع بتاعي. ودي اول حاجة اتكلمنا عنها وهي الفيزابيليتي ستادي. نروح بعد كده على الريكويرمنت او المتطلبات. طيب عندي الريكويرمنت من شروطها اول حاجة الامبلمنتيشن فري، بيقول لي اللي عايزين نعمله بس من غير ما ندخل في تفاصيل هنعمله ازاي. يعني من الاخر العميل بيقعد معايا بيقول لي انا عايز كذا وكذا في المشروع بتاعي، انا ببدأ ان انا اتفق معاه. بعد كده كومبليت، يعني ما تسيبش حاجه ناقصه، كل اللي المستخدم عايزه لازم يكون موجود او مكتوب في العقد العمل اللي انا هكتبه معاه. تمام. بيقول لي هنا ما يبقاش فيه متطلبات متناقضه. تمام، يعني ايه بقى الكلام ده؟ تعالوا مثلا ناخد مثال بسيط. انا مثلا النظام اللي عندي احنا خلاص هنعمله تلقائي للمستخدم بدون ما يكتب مثلا الباسورد بتاعه، لكن هيجي دلوقتي في متطلب تاني هيبقى طالب من المستخدم انه يدخل لي الباسورد، فكده الاتنين عكس بعض، فده اسمه تناقض بين المتطلبات اللي عندي، مش هينفع نعمل الاتنين مع بعض هنا. طيب بيقول لي كمان ان كل متطلب لازم يكون مفهوم وواضح بطريقه تخليه ما يتفسرش غلط. يعني ايه؟ يعني مثلا انا دلوقتي لو كتبت داخل المتطلب بتاعي النظام لازم يكون سريع، ممكن يجي حد دلوقتي ويقرا الكلام ده فخلاص هيفهم ايه ان مثلا ممكن النظام بتاعي يستجيب في ثانيه، ممكن حد تاني يجي يقرا الكلام اللي مكتوب عندي فخلاص هيفهم مثلا، هيفهم ان هو لازم يستجيب في 10 ثواني، وده غلط. ده هنا لازم اوضح كل حاجه بالتفصيل في المشروع بتاعي. طيب بيقول لي ان لازم كل حاجه تتكتب مره واحده بس ما تكررش الكلام، يعني انا هكتب كل مطلوب مره واحده ومش هكرر حاجه في العقد بتاعي. طيب بيقول لي هنا ما تكترش في التفاصيل اللي مش مهمه، يعني في حاجات مش بتبقى مهمه فخلاص انا مش هفضل اعيد وازيد في الحاجات دي، انا بوضح الحاجات المطلوبه الاساسيه اللي لازم تفرق معايا في النظام بتاعي. كمان هنا بيقول لي ان العميل والمطورين لازم يفهموا المتطلبات اللي عندي بسهوله وتكون واضحه. كمان لازم اشوف هل هي هينفع تتعمل بالتقنيه المتاحه عندي ولا لا. كمان بيقول لي تقدر تختبر النظام وتشوف حق المتطلب ده ولا لا. طيب ازاي نجمع المتطلبات؟ اول حاجه احنا بنسمع من المستخدمين هم عاوزين ايه من النظام ونحاول نفهم احتياجهم عشان ننفذ لهم كل حاجه هم عايزينها بالحرف الواحد، ما ينفعش ان انا افوت حاجه مطلوبه مني. بعد كده باخد المعلومات اللي جمعتها وحللتها من العميل اللي عندي، نشوف ايه اللي منطقي وايه اللي ممكن يتعمل وننظمها. في حاله ان انا شايف ان حاجه ممكن تتعمل فخلاص انا ممكن انصح العميل ده، لكن مش هفرض عليه، انا بنصحه مثلا بقول له من وجهه نظري ان دي هتبقى صح ودي هتبقى غلط. تمام، اقتنع تمام، ما اقتنعش بعمل له اللي هو عايزه، يا اما برفض المشروع تماما، لكن مش هعمل حاجه انا مش راضي بيها او شايف ان هي غلط وهو مصمم عليها. تالت حاجة بنكتب المتطلبات بشكل واضح ومنظم عشان الكل يفهمها. بس طيب تعالوا نشوف التحليل بتاعنا. يبقى كده باختصار بسيط جدا احنا بنجمع المتطلبات اللي عندنا، نحل اي مشاكل او اختلافات بين المستخدمين والعملاء، بيقول للمستخدمين ايه اللي ممكن يتعمل وايه اللي صعب يتعمل اللي هي بنصح فيها المستخدم بتاعي. هنا بكتب المتطلبات او بعمل عقد العمل باختصار يعني. بتفاوض مع المستخدمين والعملاء عشان يوافقوا على النسخ النهائيه بتاعتي. بعد ما اخلص المشروع بديله المشروع، ببدا ان انا اقنعه بيه عشان ما يقوليش ان هو عايز تعديلات فيه، او اقنعه بكل حاجه موجوده عشان ممكن يكون هو فاهم غلط. كمان عندي شويه حاجات كده لازم التزم بيها وانا بتفق مع العميل اللي عندي، نوع الاجهزه اللي النظام هيشتغل عليها، وحجم الذاكره بتاعتي، ولغه البرمجه المطلوبه، وان النظام يشتغل على ويندوز معين مثلا اي ويندوز بقى مهما كان. تمام. نصايح بقى من من المطورين انه يخلي النظام يشتغل بسرعه، وانه يستخدم ميموري اقل او مساحه اقل، وانه كمان يشتغل 24 ساعه بدقه كامله. خلاصه الريكويرمنت ان دي الحاجات اللي النظام هيعملها سواء من وجهه نظر العميل او المبرمج، دي بتتعمل او بتوصف النظام هيعمل ايه بالظبط. المستخدم مثلا يقدر يعمل تسجيل دخول. تمام. كمان انا بتفق مع العميل اللي عندي على الجوده والاداء بتاع النظام بتاعي، يعني النظام ممكن يشتغل 24 ساعه، لازم يشتغل بيكون باداء كويس وما يبداش ان يكون في مشاكل. يعني باختصار المتطلبات هي المواصفات اللي هشتغل عليها عشان ابني النظام زي العميل ما هو عايز.
طيب هنروح على تالت حاجة وهي اليوزر انترفيس ديزاين او تصميم واجهة المستخدم. بيقول ان واجهة المستخدم دي الشاشة او التصميم اللي بتشوفه وتتعامل معاه لما تفتح اي برنامج او تطبيق. احنا مثلا لما بنفتح اي تطبيق على التليفون عندنا طبعا بيكون في قدامنا قوائم، وبيكون قدامنا ايكون، وبيكون قدامنا ازرار، وبيكون قدامنا اكتر من حاجة. هنتكلم كمان عن التشالنج اوف يو اي ديزاين. بيقول لي ان لو المستخدم عايز يستخدم البرنامج وحاسس انه لازم يحفظ كتير او يفهم حاجه معقده، دي مشكله، لان ما ينفعش ان انا مثلا اعمل النظام بتاعي لازم كل المستخدم ما يدخل انه يكتب حاجات ويعيد ويزيد والكلام ده كله. لا، انا ممكن اخليه يكتب بس الحاجات المهمه بس الخاصه عنه هو، يعني مثلا زي اسمه، تاريخ ميلاده، الحاجات دي، لكن مش هخليه يكتب كتير. كمان بيقول لي ان لو كل مره استخدم فيها البرنامج بيحس انه مش عارف يلاقي الحاجه اللي عايزها بسرعه، دي مشكله. انا لازم اكون موضح له كل حاجه من خلال الجرافيك انترفيس ديزاين، وده شكل الديزاين اللي بيبان عندي في النظام. كمان لو واجهه البرنامج مليانه ازرار وكلام كتير من غير ترتيب، المستخدم هيتوه ومش هيبقى عارف يعمل ايه، ومش هيبقى عارف يلاقي الحاجه اللي هو عايزها بسرعه وببساطه. فدي مشكله برضه بالنسبه لي، فلازم ابدا ان انا اوضح كل حاجه ببساطه. طيب خلاصة اليوزر انترفيس ديزاين ده تصميم شكل النظام اللي هيظهر للمستخدم، سواء بقى شاشات، ازرار، قوائم، ايقون، الحاجات دي كلها. تمام. بيقول لي ان الواجهه لازم تكون سهله وواضحه وما فيهاش كتابه كتير. مثلا هيكتب حاجات بسيطه، مثلا الحاجات الخاصه بالعميل بس، بتساعد المستخدم انه يوصل للحاجه بسهوله من غير ما يتعب نفسه كتير. طيب باختصار كده، اليو اي او اليوزر انترفيس ده واجهه النظام لازم تكون سهله ومريحه. يعني من الاخر لازم المستخدم يستخدم النظام بتاعه ويتعامل معاه من غير تعب ومجهود كتير، ويعرف يلاقي الحاجه اللي هو عايزها بسرعه. وبكده نكون خلصنا مراجعتنا السريعه لماده السوفت وير انجينير. حاولت اوضح لكم اهم المفاهيم بطريقه بسيطه وسهله عشان تدخلوا الامتحان وانتوا فاهمين الاساسيات مش حافظين بس. لو لسه في حاجه مش واضحه سيبوا سؤال في الكومنتات او ابعتوا لي وانا هرد عليكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.